بجد يا جماعه انا عايزه براءه اختراع للوصفه دي عشان ما حدش يسرقها مني. قولوا لي بس، هي ست البيت عايزه ايه غير انها تاكل حبايبها وتشبعهم بحاجه حلوه وبسيطه وما تاخدش وقفه كتير وتبقى الى حد ما اقتصاديه؟ احنا عايزين حاجه اكتر من كده؟ لا والله العظيم، هو ده اللي احنا بنفكر فيه كل يوم، وده محور تفكيرنا اول ما بنصحى من النوم. ازاي نبسط ولادنا باكله ما تاخدش وقت ولا مجهود ولا فلوس كتير؟ عملت بالبطاطس اكله تحفه، طعمها حلو جدا جدا وغنيه ووجبه متكامله بكل العناصر الغذائيه فيها. يلا بينا نشوف ايه حكايه الاختراع بتاعنا ده. بصوا يا جماعه، انا جبت بصلايه قطعتها قطع كبيره وحطيت معلقه سمنه. تمام، هبتدي ادبل البصلايه دي تدبل بس دبلان كده خفيف، وبعدين بقى هتنزلي بفلفل رومي او فلفل حراق على حسب الرغبه، او الوان، او ميكس من ده على ده، حراق على رومي، براحتك خالص. ريحه الفلفل كده مع البصل كده طلعت وهيبتدي ينزل بقى ايه ميته، هروح جايبه بقى ايه، خدي عندك سجق، لحمه ماشي، سجق فراخ ماشي، سوسيس ماشي، لحمه مفرومه براحتك، صدور مفرومه بتاعت الفراخ براحتك. يعني تنزلي اي حاجه كده، اي حاجه كده مثلا فيها بروتينات حيوانيه عشان تدينا طعم حلو، عشان تبقى تعمل لنا وجبه متكامله مع اولادنا. نزلت بشويه ملح وشويه بهارات فراخ او لحمه وتوم باودر وفلفل اسود، بس ما كترتش بهارات، وحاجات خفيفه لان السجق بيبقى في بهارات كتير زي ما احنا عارفين وفي دهون كتير، عشان كده لا كترت السمنه ولا كترت البهارات، شعره كده من حاجات بسيطه بحيث ايه اصحصحه كده. شوحته معايا كده وابتدى لونه كده يتلسوع شويه، ورحت نازله بطماطمتين كبار عاملاهم في القطاعه، وسبته بقى ياخد مع نفسه بشكل ودي، وغطيت عليه علشان عايزاه ينشف من الصوص بتاعه ده كله. بصوا بقى، انا والله العظيم وربي شاهد ده مش اعلان يا جماعه، بس انا عشان خاطر بستخدم الطقم ده بقالي فتره كبيره، معجبه بيه جدا، معجبه بسعره قوي قوي، فبجد انا قلت لازم ادي للناس دي حقها. انا عملت عليه ريفيو من سنه واستخدمته في الشقه القديمه وما زلت بستخدمه لحد الان، ثابت معايا كفاءته وتقله، وعدد القطع اللي فيه زي ما انتم ما شايفين كبيره. انا ما اعرفش هو وصل لكام دلوقتي، شوفوا كسرولات وبحلل وكل حاجه، عماله اجيب لكم من كل ناحيه شويه. المحل اللي انا اعرفه اللي هو اسمه كينج جلاس، مكانهم في ابو النمرس، ومعروف ان بيبقى دايما بيبيعوا ادوات حاجات تجهيزات العرايس هناك، مكان جمله، فهم عندهم كل حاجات العرايس بجميع الاطقم، فممكن اسيب لكم رابطهم لو عايزين الطقم الجميل ده. اسمه ايفيتا التركي. تمام، بجد بصدق تاني بقول لكم ده مش اعلان، انا عملت لهم ريفيو بتاعهم من سنه، لكن من جمال الطقم ده بحب ادي للناس حقها. جالي اسئله كتير يا ام عمار عايزين حاجات حلوه للعروسه ومش عارفين نجيب طقم جرانيت كويس، ده سعره حلو جدا على قد الايد، غير الاسعار الخزعبليه اللي احنا بنسمعها. ده في ايام ما كنت جبته، معرفش دلوقتي بكام، بس اكيد برضو سعره مش غالي، وفي نفس الوقت كفاءته ممتازه. جبت جبنه موتزاريلا، حطيتها كده في ارضيه الصينيه اللي هدخلها الفرن، وحطيت عليها رشه زيت زيتون او اي زيت عادي، وهرص البطاطس بتاعتي. دول حوالي ازيد من نص كيلو بطاطس، مقطعهم كده بسمك مش تخين قوي ولا رقيق قوي يتحرق مني، رصته برصه حلوه كده جميله، وهنزل عليهم بشويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بابريكا، ننكه كده البطاطس كده وتبقى زي طعمها بيبقى زي المشوي فيها، وشويه زعتر، وفتحه الفرن على درجه حراره 200. هحطها على الرف اللي في النص بعد طبعا ما اديها رشه زيت زيتون كده، تاخد لي حوالي تلت ساعه في الفرن علشان اضمن ان البطاطس استوت. هعمل بقى طبقه خفيفه قوي من البشاميل، معلقه دقيق على معلقه سمنه على بودر ماجي او مرقه، او مش عايزه تحطي خلاص، مع شويه ملح وشويه فلفل اسود، ونزلت بحوالي كوبايه حليب، هي معلقه دقيق مع معلقه سمنه مع كوبايه حليب خلاص. ونزلت تنزلي بقى في البشاميل براحتك بقى، قشطه، موتزاريلا، اي حاجه اللي موجود عندك، جبنه مثلثات براحتك، مش عايزه تنزلي بحاجه خالص مفيش مشكله. خلصت البشاميل، وتعالوا بقى الصينيه بتاعتي بقت زي الفل اهي، تحفه. والبطاطس اختبرتها لقيتها ابتدت فعلا بنسبه حوالي 60 او 70% استوت. هنزل بقى بالسجق اللي نشف، وطعمه بقى وريحته مش قادره اقول لكم، ويا سلام كنتوا تعملوا فيه فحمايه بقى كمان. خففت البشاميل شويه معايا بشويه ميه او حليب علشان خاطر طبعا لما بيقعد بيتقل. نزلت كده بطبقه خفيفه علشان خاطر السجق بتاعي ما ينشفش، وعليها رشه جبنه موتزاريلا عشان الحاجه بتاعتي تبقى كلها طريه كده وحلوه وملزلزه، وفي نفس الوقت تاخد لون حلو.
هدخلها بقى في الفرن ربع ساعة، مش هتاخد كتير، كل حاجة مستوية على درجة حرارة 200، وبعدين افتح عليها الشواية. طلعت معايا بالمنظر التحفة ده. اختراع ده بقى ولا مش اختراع يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ بجد حاجة حلوة جدا. طب هتقولوا لي هناكلها بايه يا ام عمار؟ ام عمار اكلتها بالعيش والمخلل. عايزين تاكلوها معايا مع رز ابيض ماشي، عايزين تاكلوها مع مكرونه محمره ماشي، مش هتقول لا. بس انا كلتها بعيش وعملتها سندوتشات، وحطيت جنبها مخلل من الجميل اللي احنا عاملينه بقى، عاملين اشكال كتير في القناه معاكم. وكانت اكله هنيه، وخدي فكره ونفذيها لغدا بكره. واترككم في رعاية الله، وما تنسوش تدعوا لإخواننا في غزة، ربنا ينصرهم ويحفظهم ويثبت يا رب أقدامهم ويمدهم بمدد من عنده ولا يرينا فيهم سوء. ما تحرمونيش من كومنت حلو زي قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلى وأحب إخوات ليا.